السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا تورتة عيد ميلاد شكلها تحفة وكمان طعمها خرافي جدا. كمان هشارك معاكم كل الأسرار اللي هتخلي التورتة تطلع هشة وكمان كريمتها ناعمة ومستوية كأنها طالعة من محل حلويات محترف. فخليكم معايا خطوة بخطوة وصدقوني الفيديو ده هيغير طريقتكم في عمل التورتة للأبد. بس حابة أقولك الأول لو انت أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نشوف التورته دي اتعملت ازاي. هبتدي معاكم الاول في عمل الكيكه. انا استخدمت او عملت كيكتين، واحده بمقاس 26 والتانية مقاس 18 واستخدمت فيهم 6 بيضات. فانا هقولك مقادير الثلاث بيضات. انا هستخدم 3 بيضات ساقعين جدا ومهم جدا ان هم يكونوا ساقعين. نص كوبايه من السكر اللي هو حبيباته تكونوا ناعمه، وربع كوباية من المية المتلجة وكوباية دقيق منخولة كده ومليانة ومكبوسة كويس، مع معلقة كبيرة كده من الكاكاو الخام اللي هو نوع كويس زي مثلا الأسباني أو الفرنساوي، رشة ملح ومعلقة كبيرة إلا ربع من المحسن الجل الساقع وفانيليا ونص معلقة صغيرة من الخل. كل المكونات دي مع بعضيها على أعلى سرعة في المضرب الكهربائي أو في العجان زي ما تحبي، لغاية ما يكون القوام معايا كريمي كده وفاتح. المحسن هنا ليه دور كبير جدا لما بيكون ساقع عن لما بيكون استخدامه بدرجة حرارة الغرفة، وطبعا بينا الكلام ده في فيديوهات سابقة من قريب جدا أنا كنت منزلاها. إن شاء الله أحط لكم برضو في صندوق الوصف اللي عمل الكيكة بالتفصيل. طبعا احنا بنصب المكونات الكيكة في صينية كده محطوط فيها ورقة زبدة، وممكن تكون عادية مدهونة عادي خالص مفيش مشكلة، وهندخلها كده فرن ساخن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص لمدة ساعة كاملة. عايزة اقولك اسرار الكريمة الناعمة، يعني فانا بستخدم لكل كوباية كريمة بودر خام بدون سكر بستخدم كوباية من المية المتلجة جدا ومعاهم 3 معالق من السكر الناعم. فمنعا للتخريزة ديت انا بقلب كل المكونات ديت مع بعضيها بالمضرب بحيث ان كل المكونات تمتزج مع بعضيها وبعدين اكمل ضرب في العجان. بعد اوقات الكريمة بعد ما بتضربيها بتبص تلاقيها تحس ان هي مخرزة كده ومش ناعمة، ممكن ترديها تاني وتحط لها حوالي معلقتين كده من المية، بتفرق جدا في النعومة بتاعتها. طبعا بعد ما انا جلستها وخدت وقتي يعني براحتي جدا في تجليس التورته ومش هنتعجل، زي ما قلت لكم قبل كده لازم الكريمه تتوزع بالتساوي، وهستخدم فيها الاسباتيولا علشان نسوي السطح والجناب. طبعا لو في اي عيوب او ديفوهات بفرشه صغيره كده هنغطيها بالحركات الخفيفه اللي احنا عملناها دي مع بعضينا، وهنحدد كده بنص التورته كده بعود خشبي بالشكل ده لان انا همشي عليها بعد كده بالكريمه بالشكل ده. يعني كده تعريجات كده بسيطة على في منتصف الكيكة. هنيجي طبعا للنقطة المهمة جدا هي استخدام الألوان. انت لو اديتي لون الازرق بس هيديكي لون لبني كده فاتح، فانا عايزة اخلي اللون الازرق ده يكون لون زهري، يعني يكون غامق كده وفي نفس الوقت مزهر كده وزهري. فانا هضيف عليه حوالي نقطة او نقطتين من اللون الاخضر، وهنزل طبعا بالتدريج باللون الازرق كل دوت وهقلب بالتدريج، يعني انا هنزل كده واحدة واحدة، هدي كمان ازرق كمان لغاية ما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها اهو بالشكل ده. اداني ازرق او لبني بس ايه يعني اغمق شوية، انا عايزاه يكون زهري، فانا هديله في النهاية خالص اللون الموف، يعني حوالي كده نقطتين من اللون الموف. حاسة ان هو بقى زهري بس زهري فاتح، فانا هديله كمان نقطة او نقطتين من اللون الموف، فهينطلي ويحول لي اللون تماما زي ما انتوا كده شايفين بالمنظر ده. هو ده اللون اللي انا عايزاه ناعم. وما تنسوش طبعا ان الالوان بتدي نعومة جدا جدا للكريمة، يعني لو انت الكريمة بتاعتك مخرزة و
فيها هواء الالوان ديت على فكرة بتخليها ناعمة جدا. تمام، انا احطها في كيس نايلون كده، اللي هو الكيس التلاجة العادي خالص خالص، وهعبي النص اللي احنا حددناه بالشكل ده. انا هحدده بالشكل ده بالكريمة بالمنظر ده، وخليكي صبورة طبعا وما تستعجليش، بحيث ان احنا ما نقعدش نلطش الدنيا، فخلي الموضوع كده متساوي ومتناسق. التورتيه تطلع معانا جميله جدا بالشكل ده بالاسباتيولا كده من فوق، وهنقعد نساوي الجناب بالشكل ده. لما انت تستخدمي الوان كده جوه بعضيها، يعني التداخل بين الالوان دي بيدي عمق كده وشكل احترافي للتورته، احسن ما تديلها اللون يعني صافي كده لوحده. لما انت بتدخلي كذا لون في بعضيه بيديكي لون مختلف تماما، فبيديكي بصراحه شكل جمالي ولون احترافي. انا هاخد وقتي في التجليس بالشكل ده، وهساوي كده الحروف بالراحة. لو انتي بتستخدمي الكريمة وحسيتي ان الكريمة تقيلة معاكي ومش يعني مش ناعمة بالشكل ده، زي ما قلتلك انت ممكن تحط لها معلقتين مية عادي جدا من الحنفية، وتقلبي كويس جدا جدا بحيث ان انت تطلعي الهواء منها، ولوحديها هتبص تلاقيها الكريمة نعمت معاكي وبقت بالملمس ده. انت ممكن طبعا بتعملي بالاسباتيولا وبترجعي تفضيها، وممكن تغسلي الاسباتيولا عادي او تبلليها بميه سخنه زي ما قلت لكم طبعا في فيديوهات سابقه. انا همسح كده الحواف اللي حوالين الكيكه بالشكل ده، وهساوي الحروف من فوق. ومش لازم على فكره تسويها كويس جدا من فوق، لان احنا هنستخدمها في الكتابه بالحروف، وكمان هنحط عليها الورد البلدي من فوق، يعني ما تضيعيش وقت كتير في من فوق، اهم حاجه بس من الجناب. انا هستخدم البلبلتين اللي هما بتوع النجمة، اللي هي الكبيرة الحجم الكبير، واللي زيها بالظبط الصغيرة، وهنحدد بيهم كده الحروف، وهندري بقى طبعا بيها اي ديفوهات من فوق كده بشكل جذاب ومنسق كده، وهنعمل نجوم كده بالشكل ده، شكل رقيق جدا. انت ممكن تستخدمي اي بلبلات تانية، بس يكونوا الاتنين شبه بعضيهم ولكن احجام مختلفة، بس انا حبيت اللي هي النجوم دي. وهتحطي طبعا الحروف من فوق هابي بيرثي داي بعجينة الشوكولاتة، وانا كنت عاملة عجينة الشوكولاتة قبل كده في القناة، برضو هنحطه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. في كيس حلواني بالشكل ده. انا هعمل بس كده يعني حرف الكيس باللون الازرق اللي احنا عملناه الزهري، وبقية الكريمة باللون الابيض، بحيث ان انا عايزة وردة بلدي باللونين دولت، يعني انا هدخل اللون الابيض مع اللون الزهري بالشكل ده. هستخدم البلبلة دي بتاعة الورق الوردة، وهمزج فيها طبعا اللون الاخضر مع الاصفر، وهيطلع لي لون جميل جدا ومبهج كده، يعني بين الاخضر الليموني والفستقي، فبينطق لي التورتايه اكتر. وهعمل زجزاج كده في الورق بالشكل ده. التورتايه سهله جدا وبسيطه، وخاصه كمان للمبتدئين، يعني ممكن تعمل التكنيك دوت بكل سهوله. ولو انت مش عارفه تعملي الورده البلدي، انا عاملاها كتير جدا، فانت المفروض تكوني اتعلمتيها بقى. انت ممكن تعملي روزيتات بالورده العاديه خالص، اللي هي البلبله بتاعه الورد العادي خالص كده، وتلفيها وتحط حواليها الورق الورده، مفيش مشكله، هتديكي برضو نفس الايحاء ونفس الشكل تقريبا. في النهايه كده انا هستخدم ورق توبر. الورق التوبر دوت موجود في محلات مستلزمات الحلويات، او ممكن تجيبيه اونلاين، ولكن هي مش مستاهله، انت بتطبعيها على الموبايل وبتوديها طبعا للراجل بتاع المستلزمات اللي هو عنده مطبعه او برينتر، وقولوا له عايزه اطبع الورقه دي. فالورقه ديت مش مكلفه خالص ورخيصه جدا،
بنقصها طبعا بحرص شديد. انا جايبه لك الورقه كلها، فانا بقصها بحرص شديد بحيث ان انا احدد كده حروف الفراشه. وطبعا انا عاملاها باللون برضو الزهري الازرق. لو انت عامله مثلا الالوان مختلفه غير ديت، يعني مثلا ممكن تستخدمي فراشات بلون مختلف يعني ماشي مع لون التورتايه. هنرصها كده على الحروف بالشكل ده، يعني بتدي شكل كده جميل. ده كان الشكل النهائي لتورتة عيد الميلاد. يا رب تكون عجبتكم كده واستفدتم من كل خطوة. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان صلوا على النبي في التعليقات عشان ناخد كلنا الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.